أين اختفى شادي شامل صاحب دور عبد الحليم حافظ في مسلسل العندليب ومحطات من حياته وآخر ظهور له؟ ولد شادي شامل عام 1982 في القاهرة. ولد شادي في أسرة يعمل أغلبها في المجال الدبلوماسي والصحافة، ولذلك كان شادي في بداية حياته يريد أن يصبح دبلوماسيا. تم اختيار شادي وهو في عمر 19 عام ليلعب دورا صغيرا في فيلم السلم والتعبان عام 2001، وقدم فيه مشاهد قليلة. تخرج شادي من كلية الإعلام واهتم بالتلحين والموسيقى، حتى وقع عليه الاختيار ليشارك في برنامج المسابقات العندليب من يكون، وهو برنامج كان الهدف منه اختيار الممثل الذي سيلعب دور عبد الحليم حافظ في مسلسل العندليب عام 2006. وبالفعل وقع الاختيار على شادي من بين 3 ممثلين. ويذكر شادي أنه أنقص وزنه حوالي 30 كيلو في شهرين فقط حتى يكون مناسب لهذه المسابقة. تم عرض المسلسل عام 2006، وحقق المسلسل نجاحا بين الجمهور، ولكن في نفس الوقت كانت هناك انتقادات كثيرة له في طريقة تمثيله وأدائه لشخصية العندليب. بعد المسلسل والشهرة الكبيرة التي حققها شادي شامل، ابتعد لفترة وسافر لدبي لعدة سنوات. فرغم النجاح لم يراه المنتجون إلا شبيها للعندليب عبد الحليم حافظ. ليعود شادي شامل في أعوام 2010 و2011 في تجارب سينمائية محدودة، وكان عام 2014 آخر عمل فني له في مسلسل المرافعة. اختفى شادي شامل في السنوات الأخيرة، وكان يظهر كل عدة سنوات في أغنية، ويهتم حاليا بمجال التلحين والدعاية، كما أنه ظهر في السنوات الأخيرة بنيو لوك مختلف كثيرا عن بداياته، وكأنه يحاول التمرد على الشبه الشديد بالعندليب عبد الحليم حافظ. في رأيكم هل نجح مسلسل العندليب؟ وهل الشبه الشديد لشادي شامل مع عبد الحليم حافظ ظلمه فنيا؟